اللي هتسمعوه دلوقتي مش مجرد كلام، ده تهديد بإبادة جيل كامل وقطف الصعايدة زي الأرانب. لاجئ سوداني طالع يهدد السيسي بتعليقه في سد النهضة وبيقول لنا مصر انتهت وهناخد الجيزة والجنوب. اسمعوا الكارثة دي وارجعوا لي علشان أقول لكم إن السيسي مش بس ساكت، ده بيخطط رسميا لتمكينهم وتوطينهم في بلادكم بفلوس المناقصات العلنية. أي مصري يفتح أذانه كويس، والكلام ده حيلف وحيدور. خلال سنة واحدة السيسي حيسقط، حكومة السيسي حتسقط 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 وحتسقط. إذا ما سقطت مصر دي حتولي ناس. أسمع الكلام ده كويس والله، مش تقولوا ترحلوا في السودانيين وترحلوا في السوريين وفي اليمنيين، لكن خلاص الأمور وضحت. ونحن حنجي جنوب مصر وحنجي الجيزة، ويا الصعيدين ديل الناس الواحد عامل شنبه زي الدرب القرد ده شغال قبيت في الحمام والأرانب ربك. والله نحن نجي نربكم بس زي الحمام والأرانب القاعدين تقبضوا. اوعى تفتكر ان الموضوع حياة كريمة ولا جمعية خيرية، الموضوع اخطر من كده بكتير. ده مخطط اعلى المستويات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي اجتمع مع رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، والقرارات اللي طلعت بتمضي على شهادة وفاة لحقك في بلد. الخبر الرسمي في اليوم السابع، الجريدة المقربة للنظام. النظام بيقول لك بوضوح إتاحة مسارات شرعية للهجرة لمصر. يعني بعد ما حدودنا بقت مستباحة وعصابات التهريب السودانية منتشرة، الدولة عايزة تفتح مسارات شرعية تانية. والأدهى بيقول لك توسيع فرص التدريب للشباب المهاجرين علشان يلموا احتياجات سوق العمل المصري. يا مؤمن، احنا عندنا البطالة واكلة الشباب والديون بالمليارات، والنظام بيخطط يدرب المهاجرين علشان يشتغلوا مكان ولادنا. الدولة بتعلنها في وشكم اندماج كامل دون تمييز، يعني مفيش حاجة اسمها معسكرات أو عودة لموطنهم. الاندماج هو الخطة، والدولة بتطلب تمويل هيكلي طويل الأمد علشان تضمن بقائهم للأبد. السيسي بيبيع حق المواطنة مقابل شوية مليارات، لدرجة ان وزارة الداخلية لما بيحصل جريمة بتداري على جنسية المجرم وتقول لك احدى الرعاية او احدى الجنسيات. حقوق المهاجر في مصر بقت اهم وابقى من حقوقك انت كمواطن مصري. كان ممكن انا اقفل البيبان، كان ممكن، او اخدهم واسمح ان هم يهاجروا لاوروبا. ده ما حصلش يا محمد. وكمان انا ما طلبتش من حد انه يساعدنا، ما زايدتش بيهم. يعني كان ممكن انا كم مركب يروحوا فالاوروبيين يعني يبصوا لنا فايه، طب ايه عايز ايه؟ اقول لهم عايز كم مليار عشان نصرف على الناس زي. احنا ما عملناش كده. طب ليه السيسي بيعمل كده وبيتجاهل ملايين الاصوات اللي بتصرف علشان الرز؟ يا مصريين، السيسي قبض ثمن دخول الناس دي كاش 7 مليار فاصل 4 من 10 يورو من الاتحاد الاوروبي، و6 مليار دولار من البنك الدولي، و8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. هو بيقبض بالدولار واليورو علشان يأمن كرسيه، والمواطن المصري هو اللي بيدفع الثمن من أمنه ولقمة عيشه ومن أسعار الشقق اللي ولعت بسببهم. حتى ده أنا ما أعلناش عنه يومها في المؤتمر الصحفي، يعني أول مرة أقوله دلوقتي، وإنه كانت بتحضر لنا قضية زي بتاعة أيمن نور وترمى علينا توكيلات مزورة. وشوفوا بقى المفارقة الغريبة، في الوقت اللي النظام بيفتح فيه الأبواب للي بيهددونا بالقتل كان بيجهز فخ للمعارضة المصرية. المحامي خالد علي بيفجر مفاجأة وبيقول كانوا بيجهزوا ليا قضية تزوير توكيلات زي أيمن نور وطنطاوي علشان يلبسوني قضية وادخل السجن. يعني النظام مرعوب من توكيل لمواطن مصري ومستعد يلف قضية تزوير ويمحيه من الوجود، لكنه كيوت جدا وصبور مع اللي بيقوله هنحتل الجيزة ونبيد الصعايدة. ليه؟ لأن المعارض المصري بيهدد الكرسي بتاع السيسي، لكن المهاجر هو المنجم اللي بيجيب الدولارات من أوروبا. وعلشان تصدق إنك غريب في بلدك، بص على المستندات دي. مؤسسة مصر الخيرية بتعلن عن مناقصات علنية رقم 72 و73 و74
بتمويل من الاتحاد الأوروبي. توريد إيه؟ أدوات وأجهزة كهربائية وأدوات نظافة لمراكز تعليم اللاجئين في القاهرة والجيزة والاسكندرية وأسوان. انت يا مصري مش لاقي التلاجة ولا الغسالة ولا عارف تجهز بنتك من الأسعار، والنظام بياخد منح علشان يشتري أجهزة كهربائية لمراكز تعليم اللاجئين، والتمويل ده مخصص للوصول العادل والآمن للخدمات التعليمية للمهاجرين. يعني تعليمهم أهم من تعليم ولادك اللي قاعدين في فصول فيها 100 عيل. والموضوع موقفش لحد كده، الموضوع وصل لقمة الفوق. مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بيطلب من الشعب المصري التبرع للاجئين في مصر. حضرتك متخيل؟ بيطلب من شعب مديون بيعاني من تضخم مرعب انه يتبرع للاجئين عن طريق النظام اللي اصلا واخد مليارات علشانهم. وفي نفس الوقت ده البرلمان الجميل بتاعنا بيطلع مقترحات مستفزة: اتبرع بجلدك علشان تنقذ مريض، وتبرع ب1,000,000 جنيه لسداد ديون مصر. يعني المواطن المصري مطلوب منه يتبرع بفلوسه وبجلده وبثروته علشان النظام يعرف يصرف على الضيوف اللي جايبينهم يهددونا في قلب بلد. وعلشان تعرفوا ان الموضوع سبوبة سيادية، شوفوا اللي حصل مع احمد موسى ويوسف الحسين. اول ما بدأوا يفتحوا ملف اللاجئين وتأثيرهم على مصر، البرنامج بتاعهم اتوقف والفيديوهات اتمسح. ليه؟ علشان السيسي مش عايز شوشرة على البيعة اللي عملها مع اوروبا، عايز يقبض ال8 مليار في الصمت، حتى لو الثمن ان المصري يتشتم في بلده ويتوصف بانه ملوش كرامة. لدينا 10 مليون لاجئ. انا مش بتكلم على ضيوف، المسمى الحقيقي لاجئين. فاللاجئ ده قلنا وبلدنا فتحت ابوابها، دول فيها خراب. خلاص دول النهارده يعني ده بيعايرونا واحنا واخدين من بلادهم. بتكلم على 10 مليون بيتريقوا علينا. طب ما ياخدوا ولادهم عندكم ويحل لي ازمه. على فكره 10 مليون دول لو رجعوا بلادهم ازمه كبيره جدا تتحل عندي. شوفوا نصرف عليهم قد ايه، 10 مليار دولار ولا اكتر ولا اقل. يا مصريين، احنا قدام نظام بيلفق القضايا لاولاده وبيوطن الغرباء في ارضه وبيشتري ليهم اجهزه كهربائيه بفلوس المنح، وبيطلب منك انك تتبرع بجلدك وفلوسك علشان تسدد ديون. السيسي مش بيحميكم، السيسي بيقبض الثمن. والنهارده السؤال ليكم: هل هتفضلوا تتفرجوا لحد ما تصبحوا اقليه في بلدكم؟ وهل كرامه الصعيدي والمصري بقت ارخص من اليورو بتاع الاتحاد الاوروبي؟ جاوبوني في التعليقات، والحقيقه لازم توصل لكل بيت مصري.